بضيوفك الشيخ طه وكابتن ابراهيم يوسف. طبعا هم اختاروك يا اسامه رجل المباراه، ويعني انا عايز اسالك سؤال كده غير تقليدي، جاوبني عليه اجابه غير تقليديه يا اسامه. اتفضل يا كابتن. انت ما شاء الله بتغيب، يعني ما بتلعبش كتير، وبعدين بتيجي تلعب ما شاء الله بتهدف. ايه يعني خليني اقول لك انه اي مهاجم في الدنيا لو ما بيلعبش على طول اوتوماتيك بينزل ماتش واثنين وثلاثه واربعه مرنخ لغايه لما يبتدي يقول. قول لي ايه السر الالهي ده ان انت بتنزل؟ هل من جواك في حاجه؟ هل انت ما شاء الله يعني قول لي ازاي ده بيحصل؟ هو السر ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا يعني الواحد الحمد لله بيخلص وبيركز وبيجتهد وبياخد الاسباب كلها وبيسيب التوفيق ربنا سبحانه وتعالى، فربنا الحمد لله بيقف جنب الواحد في توقيتات يعني تبقى هي التوقيتات المناسبه فعلا، فالحمد لله يعني ده بفضل الله. لكن برضه في بدايه الكلام يعني بنهدي جمهور النادي الاهلي للبطوله العظيمه ومجلس اداره النادي الاهلي اللي دايما مساندنا في كل وقت، والحمد لله ربنا يعني يتوج مجهود الفرقه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى باغلى بطوله واول بطوله السنه دي يعني. قول لي يا اسامه، انت يعني كم من يعني 6 7 مباريات اللي فاتوا دول لعبت ايه؟ كنت لعبت شوط في مباراه الشرطه. ايوه. ورجعت لعبت حوالي 5 بعدها بحوالي 7 ماتشات او حاجه او 8 ماتشات، لعبت 35 دقيقه في مباراه الاتحاد الداري، بعدها 5 دقايق في مباراه الزمالك، والنهارده لعبت الحمد لله شوط يعني لعبت شوط وبعدين قعدت 7 مباريات ما بتلعبش، وبعدين نزلت 35 دقيقه وبعدين قعدت بعد كده كام مباراه؟ لا لعبت الزمالك كان ثاني مباراه على طول بعد مباراه الاتحاد 5 دقايق، والنهارده الحمد لله بشارك 5 دقايق وبعدين بتشارك النهارده ما شاء الله يعني الحقيقه. وانا احب بس اقول لاسامه حاجه. تعرف يا اسامه برضو انا يمكن بحلل برضو سر الموضوع ده. اولا انت يعني هداف من نوع فريد ونوع جيد جدا توفيق ربنا، وخاصه يعني في ضربات الراس بصرف النظر عن الطول، لان الكره العاليه محتاجه اللي يروح لها الاول ومحتاجه التوقيت ومحتاجه التوجيه الجيد، ودي كلها مقومات موجوده عندك بفضل الله تعالى. لكن من ضمن الحاجات الجيده جدا انك انت بتقعد وانت قاعد بتتفرج في المباراه ما انتش متذمر، ما انتش يعني غضبان متنرفز، يقوم ده لما بيخليك بتنزل وانت مستريح وتكون قاري المباراه بشكل جيد وشايف الاداء وشايف نقط الضعف والحاجات دي كلها، غير لما يكون واحد بيبقى قاعد متضرر ومتضايق ومتنرفز ومتوتر. لما بينزل عمره ما هيقدر يتحكم في نفسه كويس، وخاصه ان انت بتعمل الفينش، اللمسه الاخيره دي محتاجه دقه في التحكم في الاعصاب، تحكم في العضلات، تحكم في الاداء بشكل جيد، لانك انت بتعمل لمسه الكوره. وانا حتى لسه كنت بقول لما بتلعب الكوره بدماغك زي الجول الثالث اللي انت جبته حلو قوي، بيسموها الانجليزي يقول لك نوك ذا بول، يعني اكنك بتلعبها زي البلياردو، يعني بتضرب الكوره من نقطه وعارف متوجهها فين، عارف حارس المرمى بيتحرك ازاي، عكسه عملتها. فدي برضو انا يعني بهنيك على انك انت دايما قاعد ما انتش متذمر، وده بيساعدك على انك انت اول ما بتنزل بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك انك انت اعصابك هاديه جدا، لما بيجيلك فرصه من الفرص تستطيع انك انت تسجل منها. وطبعا التاريخ باين سواء في مباراه الكاس 4-3 ومباريات كثيره جدا النادي الاهلي كان بيبقى متاخر وبتنزل انت في الشوط الثاني وبتقدر تسجل وتقدر تعادل النتيجه. فانا عشان كده بقول دي برضو من ضمن الاسباب، لكن طبعا ما فيش شك انه قبل كل دوت هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى اولا زي ما حضرتك قلت يا شيخ طه. ان يعني لما بقعد بره ما بقاش متضايق خالص، اهم حاجه بس يعني الوقت اللي انا العبه سواء 10 دقائق شوط نص ساعه قبل المباراه، ان انا اركز في الوقت اللي انا العبه، يعني اقدر اطلع احسن حاجه عندي والفرقه تستفيد مني في الوقت اللي انا بلعبه. وبالنسبه طبعا لضربات الهيد انا بحطها في يعني في ابعد نقطه عن حارس المرمى، يعني بغض النظر ان انا احطها فيها قوه او فيها يعني برغم قصر قامتي، لكن بحاول احطها في النقطه البعيده عن الجون يعني. لا حاجه جميله جدا. قصر قامتك يا اخي، انت مهذب يا اسامه جدا. انت طولك كام؟ 100 كام يا اسامه؟ بلاش عشان الجمهور بقى. ما انت اللي قلت. لا انا عندي لا بس انت انت قامتك عاليه جدا، ما شاء الله عاليه جدا باخلاقك وبادائك. جميل. قول لي يا اسامه، كابتن علاء مهوب بين الشوطين قال لك حاجه قبل ما تنزل؟ يعني هو الجهاز كله صراحه، كل اللعيبه بمجرد لعيبه اول ما بسخن ونازل الشوط الثاني
بصراحه كل الجهاز وكل اللعيبه الناس كلها قالت لي ان شاء الله ربنا يكرمك النهارده والمكسب هيبقى يعني على ايدك النهارده ان شاء الله. عايز اقول لك ان يعني ده حب الناس ده طبعا يا اسامه، طبعا الكابتن حسام البدري كان معانا بعد المباراه على الهواء وانا سالته عليك مباشره، فقال انا مقتنع جدا فنيا باسامه حسني وهو في طليعه الناس المهمه عندي والى اخره، بما ينبئ ان شاء الله ان انت باذن الله ان شاء الله هتكون في مقدمه اللاعبين وتتالق الموسم القادم مع الاهلي يا اسامه ان شاء الله. ان شاء الله وربنا يكمله على خير ان شاء الله في مباراه اتحاد ليبيا برضه مباراه مهمه، وربنا يكمل فرحتنا على خير ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله. توفيق يا اسامه والف الف مبروك يا اسامه. مبروك يا اسامه. شكرا مبروك حبيبي، الف